عمرك شفت حد ميت وهو لسه بيتنفس؟ مش قصدي ميت اكلينيكيا، انا قصدي ميت انسانيا. حد ما عندوش مشكله يدوس على جثتك حرفيا عشان بس ياخد كادر تصوير حلو يبيعه لنشره الاخبار الصبح. السينما قدمت لنا مجانين كتير، شفت الجوكر وشفت باتريك بيتمان في امريكان سايكو، بس النهارده احنا مش هنتكلم عن سفاح بيقتل عشان المتعه، احنا هنتكلم عن موظف مثال، شخص بيمشي ورا طموح لدرجه انه فقد اي صله بالبشريه. النهارده هنتكلم عن فيلم نايت كلاورا، وعن الشخصيه اللي بتثبت ان البيزنس ممكن يحولك لمريض نفسي ببدله وكرافات. فاجهز عشان اللي هنشوفه النهارده مرعب اكتر من اي فيلم رعب شفته في حياتك. My motto is, if you want to win the lottery, you have to make the money to buy a ticket. You have to make the money to buy a ticket. You have to make the money to buy a ticket! في البداية من هو لو بلو؟ جيك قدم هنا دور عمره، لو شاب عاطل عايش في لوس أنجلوس، بس هو مش عاطل كسلان، هو عاطل مجتهد جدا، بيتعلم من الكورسات اللي على النت، بيحفظ جمل تنمية بشرية، وبيتكلم بلغة الشركات. فالمرعب فيه لو بطل القصة مش انه بيحب الدم، المرعب انه هو صفحة بيضة تماما، ما عندوش اي جرائم او سجل جنائي عند الشرطة، بس هو شخص ما عندوش اخلاق، ما عندوش مبادئ، هو عنده حاجة واحدة بس وهي الاهداف. فلما لقي ان تصوير الحوادث والجرائم بيجيب فلوس، قرر يبقى احسن واحد بيعمل ده، بس مش بالذكاء بل بالانعدام التام للعاطفه. شوف طريقته في الكلام، هو شخص خطير جدا، بيتكلم بمنتهى الادب وهو بيهددك، وده اول سبب يخلي الشخصيه دي هي الاجن في السينما، لان جنانه جنان منظم، هو مش فوضوي زي الجوكر، هو شخص عقلاني جدا لدرجه تخوف. الفيلم ده مش عن التصوير، الفيلم ده مرايه لينا كلنا، احنا عايشين في عصر بيقدس النجاح، لازم نضحي بكل حاجه عشان تكون الاول في مجالك، وده اللي دايما بيكون مطلوب منك. فشخص زي بلوم هو النسخه المتطرفه من الموظف اللي المدير بيحبها. بس السؤال هنا، هل ممكن في حد فينا يوصل للدرجه اللي وصل لها بلوم؟ للاسف ممكن وده بسبب ان انت لو سمعت عن شخص ناجح فاكيد مش هيجي في دماغك انه عمل حاجات وحشه لناس تانية علشان خاطر هو يبقى ناجح، واكيد شفت شخص ناجح في مكان في شغل ما بيعمل حاجات قذره عشان خاطر يوصل لاعلى نقطه في حته النجاح في الشركه اللي انت شغال فيها. وعبقريه الفيلم هنا انه بيوريك ازاي لو بدا يغير الواقع عشان يناسب الكاميرا بتاعته. فاكرين المشهد اللي نقل فيه الجثه عشان الاضاءه تبقى احسن؟ المشهد ده هو ملخص الرأسمالية المتوحش، انت مش شايف انسان مات وراه اهل بيعيطوا، انت شايف منتج لازم يطلع في احسن صورة عشان يتباع باعلى سعر. حتى علاقاته الانسانيه عباره عن صفقات، هو ما بيعرفش يحب، هو بيعرف يستثمر. لما ضغط على نين عشان يقيم علاقته معاها مقابل صوره، هو ما كانش بيدور على المشاعر، هو كان بيمارس السلطه اللي هو بيحارب عشانها. فالشغل هنا بالنسبه له وما بقاش وسيله للعيش، الشغل بقى هو الدين الجديد اللي بيبرر اي جريمه بيعملها له. طب خلينا نقارن مثلا لو بلوم بشخصيات تانية ظهرت وكانت شخصيات مجنونه جدا على السينما. عندك مثلا باتريك بيتمان في فيلم امريكان سايكو، كان بيقتل عشان يحس ان هو موجود او كنوع من سخريه من مجتمعه. الجوكر كان بيقتل عشان يثبت وجهه نظر فلسفيه ان العالم ده عالم فوضوي. انما لو بلوم هو كان بيعمل كده عشان الترقيه، عشان ياسس شركته الخاصه. هو ده اللي بيخليه اجن شخصيه، لان دوافعه عاديه جدا وموجوده عند نص الناس اللي بنقابلهم في الشغل كل يوم. هو ما بيضحكش ضحكه شريره، هو بيبتسم ابتسامه خدمه العملاء، وهو بيشوف زميله بيموت قدام عينه عشان ياخد لقطه حصريه يبيعها بعد ما يخلص اللي هو بيعمله. وفي اللحظة دي اللي كان بيصور فيها الجريمة البشعة دي، هو ما كانش زعلان ولا حتى شمتان في الشخص اللي بيصور، هو كان بيعمل ريفيو لأداء الموظف بتاعه قبل ما يرفضه من الحياة. البرود ده أجن من أي صرخة هتشوفها في فيلم تاني أو شخص شرير. عاوز أفهمك هنا إن البرود العاطفي هو واحدة من أصعب الحاجات اللي ممكن تشوفها في حياتك. الإنسان البارد عاطفيا إحنا مش بنعتبره أصلا إنسان، لأنه ما بيكونش مخلوق طبيعي. الإنسان من أهم المميزات اللي عنده هي العاطفة الشديد، وأعظم البشر في التاريخ كانوا عندهم عاطفة قوية زي الأنبياء، وعندهم حساسية عالية، وعندهم كمان نضج عاطفي كبير، على عكس شخصية لو بلو اللي تحول للأسف لشخصية باردة عاطفيا بشكل مرعب. He died doing what he loved. You filmed him dying. Yeah, that's what I do. It's my job. I like to say that if you're seeing me, you're having the worst day of your life. لازم نتكلم برضو عن أداء جيك جيلنهيل العظيم. الراجل ده خسر حوالي 10 كيلو من وزنه عشان يبقى زي الديك، جعان ورفيع وعينيه واسعة ودايما مبرق بشكل غريب، لدرجة ان كل ما اشوف الفيلم ده بخاف من التبريئة دي. الإضاءة في الفيلم كلها نيون وضلم، تحسسك ان لوس أنجلوس دي غابة، ولو هو الصياد اللي مستني الفريسة بتاعته. المخرج قدر يخلينا نشوف العالم بعينه. في نص الفيلم هتلاقي نفسك متورط بتسأل يا ترى هيلحق يصور اللقطة دي ولا البوليس هيجي قبليه. فالفيلم لعب على حتة كويسة جدا هنا
وهي ان هو خلاك خايف وفي نفس الوقت مستني، ودي قمة الرعب النفسي اللي عرف يلعب عليها المخرج بشكل كبير. في النهاية الفيلم ده مش مجرد فيلم تشويقي او مجرد انذار، هو بلوم كسب في الاخر بقى عنده شركة وعنده متدربين بيعلمهم مبادئ. الفيلم ما بيقولكش ان الشر بيتعاقب او ما بيتعاقبش، الفيلم بيقولك ان في العالم اللي احنا فيه لو بلوم هو اللي بيوصل لمنصب المدير التنفيذي فاعرف ان المبادئ بتاعته هتفضل تنزل للموظفين اللي تحتيه. المرعب مش ان بلوم موجود في الفيلم، المرعب انه ممكن يكون هو الشخص اللي قاعد في المكتب اللي جنبك، او هو اللي بيحط لك التارجت بتاع الشهر ده، او الاسوأ من كده انه ممكن يكون النسخة اللي جواك بتتحول لنفس الشخصية دي. في نهاية القصة دي الفيلم عجبني بشكل كبير جدا، لاني بدأت احس ان في ناس للاسف ابتدت فطرتهم تتغير بشكل كبير جدا، والفيلم ده بيتكلم عن النقطة دي بشكل اكبر واوسع مما تتخيل. لانك لو فكرت فيها للاسف في ناس بدأت تتحول للموضوع ده، وهي انها ممكن تضحي باي حاجة عشان خاطر النجاح، ودي في حد ذاتها كارثة، لان الانسان اللي بيميزه عن اي كائن تاني هو المبادئ والاخلاق والعاطفة تجاه اي كائن تاني. فنجاحك مثلا او انك تكون الاول في مجالك لكن وجود عدم انسانية، فده عمره ما هيكون مريحك بشكل كبير، لان دي الفطرة الطبيعية اللي الانسان اتولد بيها. ولو انت حابب تكون كده فانا مش هقول لك ما تعملش، لان دي حياتك وانت حر فيها، لكن ما تأذيش شخص بيحاول ان هو ينجح او موظف تاني، او ان انت تنقل المبادئ بتاعتك دي لانها مبادئ سيئة وقذرة. وفي النهاية الفيلم ده من احسن الافلام اللي شفته في حياتي، ولو انت شفته او لسه هتشوفه فانصحك بمشاهدته، بس في نفس الوقت ما تاخدش الافكار بتاعته ان هي تكون مبادئ ليك. الفيلم بيحاول يفهمك ان المبادئ دي مبادئ سيئة وبس. ولو عجبك الفيلم فما تنساش دوس لايك واشتراك، واشوفك الحلقة الجاية. سلام.